مالك احلى حاجه ان هو عاملها، ان هو باعد نفسه عن القصه دي خالص. انا ماليش دعوه، انا دي مش بتاعتي. انت بتتخانق بره عني، انت تتخانق بعيد عني. الزمالك دلوقتي مركز في ماتش شباب بلوزداد وملوش دعوه بحته ان كاهلي انت عندك مشكله مع اتحاد الكوره كبيراميدز، انتوا تتخانقوا مع بعض. انا لما ابقى اجي للدوري هبقى اتكلم واشوف ايه المشكله اللي عندك. ودي احسن حاجه الزمالك عاملها دلوقتي. و يعني دي حاجه تحسب لمجلس الاداره، وتحسب ان جون ادوارد ان هو فاصل الدنيا او فاصل المشاكل اللي حاصله دي عن الزمالك خالص، محدش بيتكلم فيها. الزمالك برضو صرف بعض المستحقات للعيبه، ودي حاجه كويسه تديهم دفعه. المكافآت والحاجات دي كلها هتبقى بعد ماتش شباب بوليسداد ان شاء الله، لما نكسب في استاد القاهره. ميعادنا يوم الجمعه ان شاء الله. آه، والزمالك ان شاء الله كمان بزيرة. يعني مش عارف بصراحة هيلحق ولا لا، ولكن يعني في محاولات ان هو يلحق الماتش. بس انا شاكك ان هو يلحق، حتى لو الماتش يعني حتى لو هو اتحط في السكواد ممكن ما يبدأش الماتش. يعني نتمنى ان اخوان بزيرة يرجع على طول، لان احنا هيكون عندنا ماتش بعدها يوم الخميس مع بيراميدز، ماتش مهم جدا جدا، ويعتبر هو ماتش الدوري. فان شاء الله الزمالك يخليه مركز في نفسه، خليه مركز في يلعب كل ماتش بماتشه، كل ماتش كأنه كاس. فالموضوع هيبقى يعني ان شاء الله باذن الله الزمالك يقدر ان هو يعمل حاجه، في ظل ان احنا ان شاء الله عندنا دفعه معنويه كبيره جدا. الجمهور هيكون ورا اللعيبه، الاداره برضو ورا اللعيبه، كلنا ورا اللعيبه ورا النادي، عشان ان شاء الله يكون الدوري ده بتاع الزمالك. وان شاء الله الكونفدرالية كمان بتكون بتاعة الزمالك، ويكون موسم إعجازي وموسم تاريخي لنادي الزمالك إن شاء الله. آخر حاجة حابب أتكلم فيها كابتن أحمد بلال.